البوست بتاعك هو اللي عمل كل ده؟ تقريبا. يا رب يلاقوا فصيلة دم تمارا. نورة، احنا مش بس لقينا فصيلة دم تمارا، احنا كمان لقينا متبرعين بالدم من فصايل تانية عايزين يبقوا سبب في إنقاذ ناس تانية. حقيقي شكراً. طب هي تمارا كويسة؟ الحمد لله. أقدر أشوفها؟ شكرا يا نورة إنك أنقذتي بنتي. أنا ما عملتش حاجة يا طنط. الحمد لله على السلامة. انا اسفه يا نوره، اخدت السكيت منك من غير ما تعرفي. انا كان نفسي بس العب بيه. الحمد لله إنك كويسة. لما تخرجي من المستشفى لازم نبقى أصحاب ونبقى نلعب أي حاجة بقى غير السكيتنج. يعني مش هتخافي تخرجي معايا؟ بالعكس، ده أنا هفرح جدا. أنا حقيقي فخورة بيكي يا نورة. بس أنا لسه في حاجة عايزة أعملها. ممكن تستنيني دقيقة؟ عايزة تعملي إيه؟ هتشوفي حالا. ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اطمنكم على صاحبتي. هي بقت كويسة دلوقتي والحمد لله. عايزة اشكر كل واحد كلف نفسه وجه لحد هنا واتبرع وخلى تلاجات الدم في المستشفى مليانة بكل الفصايل. وبسبب اللي حصل النهاردة انا مطمنة ان بعد الشر لو اي حد هيحصل له مشكلة هيلاقي ايادي كتير هتساعده وهتتبرع له. مع السلامة، اشوفكم على خير. برافو يا نورة، أنا فخور بيكي قوي. تربية جدتها. مالك يا نورة، انتي متضايقة ليه؟ أنا عمري ما فكرت إن السكيت اللي أنا بلعبه وقت فراغي غيري نفسه يلعب بيه ومش قادر. أنا زعلانة إن تمارا بتحب السكيت بس مش هينفع تلعب بيه. حبيبتي، الدنيا فيها امتحانات كتير بتواجهنا، وتمارا والدتها قالت لي إنها شاطرة في حاجات تانية زي السباحة اللي تناسب حالتها، وهي واحدة واحدة هتحب الحاجة اللي هي متميزة فيها أكتر من أي حاجة تانية. أنا دخلت المطبخ النهاردة مخصوص وعملت لك الكيكة اللي انت بتحبيها. بجد؟ الله يا تيتا. هنكرم النهاردة الطالبة نورة خالد لأنها كانت السبب في إنقاذ حياة بنت تانية.